الزمالك بعد ما كان خسران 1-0 بيعمل ريمونتادا وبيكسب 2-1 وبعد كده يتعادل، والاهلي بعد ما كان كسبان 1 مودرن سبورت اللي بتعمل عليه ريمونتادا وبتكسب 2-1. مش هينفع اقول كلنا 1 و6-1 و4-1 لان انا خسران النهارده. تخيل معايا كده فريق خسران بيحتفل بدرع الدوري، وفريق متعادل جماهيره هتطلع تحفل عليا عشان خسرت النهارده بيحتفلوا بالمركز الثاني. بصوا يا جدعان سريعا كده انا عايز اقول لك ان الاهلي في الفتره اللي لعبها بالناشئين ديت في عايزين اتنين يا جدعان لفتوا نظري يلعبوا فريق اول مرتاح. محمد عبد الله اللي هو بيلعب جناح يمين، والولد مصطفى ابو الخير اللي في نص الملعب. انا شايف ان دول اجمل اتنين، ومعاهم الواد مصطفى عبد الحفيظ يوسف، الواد ده جامد جدا يا جدعان. يعني دول يلعبوا فريق مستريح، بس الابرز فيهم مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله. اقسم بالله الاثنين دول جامدين جدا ويلعبوا فريق اول مستريح. نادي الزمالك بقى عنده شويه ناشئين يلعبوا درجه ثانيه مستريح. ما علينا، خلينا في الماتش النهارده يا جدعان. عايز اقول لك ان الاهلي النهارده خلاص هو استكفى، عمل سلسله انتصارات. انت بتلعب مودرن فيوتشر اللي هو اصلا في المربع الذهبي، فريق قوي جدا بتلعبه بناشئين. يمكن النهارده اكتر ماتش في الماتشات اللي فاتت تلعب بناشئين، مفيش غير خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا، دول بس ناشئين. اكتر حاجه عجبتني بقى الليدر كهربا لاول مره في تاريخه يلبس شرط القياده بتاع النادي الاهلي النهارده. انا عايز اقول لك ان لو كهربا مشي كده هيمشي وانا مرتاح. عمل كل حاجه، جاب اجوان، خد بطولات، وكان قائد النادي الاهلي في يوم من الايام. بس امتى بقى الزمالك يرجع لوظيفه الدوري تاني بقى؟ وحشنا اشوف الزمالك في ترتيب الدوري في المركز الثاني. خلاص زهقت ان اشوف بيراميدز اللي خد مكانه في كل حاجه ده. اتمنى من نادي الزمالك يشد حلو شويه اللي الاهلي قطعه له ده، ويرجع تاني مركزه الطبيعي عشان يا جدعان نرجع نحفل بنات. في الاخر مبروك علينا الدوري ومبروك على الزمالك، بطولات كتير جدا خدها السنه دي. يعني الزمالك خد بطولات مفيش فريق في العالم خد كاس الكرامه. تاني حاجه محمد صلاح بيحتفل على طريقه شعار الزمالك بالسهم النهارده. تقريبا دول البطولتين الزمالك احرزهم السنه دي، وبطوله معاهم بطوله الكونفدراليه اللي كانت مكونه من فرق ضرب العشش وكده. فالزمالك السنه دي يا جدعان خلاص حقق التارجت بالثلاث بطولات دول، والاهلي حقق التارجت بدوري ابطال افريقيا، بالدوري، بكاس مصر، بالسوبر بتوع السنه اللي فاتت، برونزيه كاس عالم. الاهلي عمل حاجات كتير قوي يا جدعان، ولكن ما تجيش حاجه جنب اللي الزمالك حققها. مبروك علينا الدوري للمره ال 44 في تاريخ النادي الاهلي.